اهلا بيك عزيزي المشاهد. عايزك بس قبل ما نبدأ انمي النهاردة تدعمنا بلايك وشير وتفعل زر الجرس كمان عشان تشوف معايا كل قصص الانمي الجديدة بإذن الله. المهم فتح مخك معايا، يلا بينا نبدأ انمي النهاردة. عرفنا في الحلقة اللي فاتت ان كان في طباخ عالمي اسمه ميل مات في العالم الطبيعي بتاعه، وده نتيجة تمثال الحلوى الضخم اللي وقع عليه وسيح دمه اثناء مسابقة الطبخ. وعرفنا كمان انه انتقل لعالم تاني بس على شكل طفل رضيع لعيلة تانية تماما، وابو ميل في العالم ده كان الحاكم بتاع المنطقة، وعلمه لما كبر شوية ازاي يبارز بالسيف ويحمي نفسه. وهما بيتدربوا بيجيلهم شيتسي وبيقول لهم ان في شوية حرامية عايزين يهجموا على القرية ويسرقوا المحاصيل اللي فيها، بس ميل قرر يروح مع ابوه عشان يعمل مراسم التقديس ويبقى ساحر قوي عشان يتصدى للحرامية دول. وفعلا بينجح ميل في المراسم دي، وبيبقى فيه قوة سحرية كبيرة بتدخل جسمه بتخلي أبوه الراهب مصدومين من قوتها. ده ملخص سريع للحلقة اللي فاتت، هتظهر لك الحلقة دي في علامة الاي اللي فوق، روح اتفرج عليها عشان تفهم الحكاية ماشية ازاي. بنكمل بقى قصتنا بقطاع الطرق وهما بيهجموا على قرية صغيرة وقاتلين كل اللي فيها وسارقين اكلهم كله، وبتكون القرية دي قريبة جدا من قرية مورتلين اللي عايش فيها ميل وعيلته. وبسبب ان الاكل ما كانش كتير في القرية دي بيقرروا يتجهوا لقرية مورتلين عشان يسرقوا اللي فيها. في نفس الوقت كاسرول كان بيشجع سكان القرية عشان يعملوا حصن يحميهم من قطاع الطرق قبل ما يوصلوا، بس شيتسي بيجي بسرعة وبيقول لكاسرول في اخبار وحشة عايز اقولها لك، وبيقول له ان الحرامية هجموا على القرية اللي جنبهم ودمروها وخدوا كل الاكل اللي فيها، فبيقلقوا جدا لان خلاص ما فاضلش كتير وقطاع الطرق يبقوا هنا. فبيأمر كاسرول ميل ان يروح لقائد كل قرية ويجمعهم كلهم عشان يشوفوا هيعملوا ايه في المصيبة دي. وفعلا بيطير ميل عشان يناديهم، واثناء طريقه بيقول لنفسه انه هيدمر قطاع الطرق دول ومش هيخليهم يسرقوا الاكل اللي في القرية، وده لانه نفسه يعمل بلد مليانة بالحلويات ومستحيل يخليهم عقبة قدامه. وبتكون خطة كاسرول لمواجهة الحرامية كالتالي: ان باقي القرى المجاورة لقرية ميليا هيجمعوا كل اكلهم في مخزن سري محدش يعرف مكانه، وبعد كده سكان القرية دي هيتجمعوا كلهم في قرية مورتلين عشان يبقوا اكتر واقوى. وبالتالي لما الحرامية ييجوا ويلاقوا القرى دي فاضية وما فيهاش اكل ما يعملوش فيها اي حاجة. وعلى الرغم ان كل سكان القرى دول اتجمعوا، ميلي بيقول لنفسه ان قوتهم قليلة جدا، ولو القتال طول محدش من اهل القرية هيكمل مواجهة وهننهزم في الاخر. في الوقت ده بيجي صحاب ميلي مارك ولومي وبيقولوا له احنا جايين نساعدك ونقف قدام قطاع الطرق. بيقول لهم ميل بما انكم عايزين تساعدوا انتوا ممكن تجمعوا شوية طوب كده عشان نرميه على الحرامية لما ييجوا، وبيوديهم للمكان اللي هيجمعوا الطوب منه، وبيقول لهم لو سمعتوا اي صوت غريب او حسيتوا باي حاجة استخبوا بسرعة ورا السور عشان محدش من الحرامية يشوفكم. وفعلا بيبدأوا هما الاتنين يجمعوا اكبر عدد من الطوب، بس فجأة بيسمعوا حاجة غريبة، ولما بيبصوا على حدود الاقطاعية بينصدموا بقطاع الطرق داخلين عليهم، وبيروحوا بسرعة لقادة القرية عشان يقولوا على الخبر ده. ولما عرفوا بدأ يأمروا بسرعة انهم يقفلوا البوابات ويستخبوا. والمصيبة هنا ان سكان القرية اول ما عرفوا بالخبر اتهزوا وخافوا جدا، لحد ما وصل كاسرول للمكان وقعد يزعق فيهم ويفوقهم، وقال لهم انهم لو ما حاربوش قطاع الطرق دول ووقفوا قصادهم كل حاجة هتتهد والاكل بتاعهم كله هيتسرق. وفعلا بيتشجع كل سكان القرية على مواجهة قطاع الطرق، وميل هنا مبسوط جدا بسبب شجاعة ابوه. وبيبدأ كاسرول يوزع الرجالة في كل حتة في القرية. بعدها بيجي شيتسي وبيقول له خلي بالك ان قطاع الطرق دول مش هيهجموا دلوقتي والاحسن ليهم انهم يهجموا بالليل، وده عشان ما يعرفوش المنطقة كويس زينا. بيقول له كاسرول ما اعتقدش انهم هيستنوا كل ده، الاحسن ليهم انهم يهجموا في اقرب وقت ممكن. شيتسي بيقول له افتكر هجموا بالليل، ساعتها سكان القرية هيسهروا للصبح وهيبقوا تعبانين جدا. في الوقت ده بيجي لهم حلال المشاكل ميل وبيقول لهم احنا دلوقتي عشان ننجح في مواجهتهم لازم نعرف عددهم كام وايه نوع الاسلحة اللي هم شايلينها. بتعجبه كاسرول الفكرة وبيقرر يروح هو وشيتسي عشان يجمعوا معلومات عن قطاع الطرق دول، وبيوصي ميلي قبل ما يمشي وبيقول له انت هتبقى المسؤول في غيابي. وفعلا بيبدأ كاسرول وشيتسي في الرحلة بتاعتهم عشان يجمعوا معلومات عن اللصوص.
وبيؤمر ميلي مارك ولومي انهم يروحوا الناحية الغربية والشرقية، وده عشان يقولوا للقواد اللي هناك انهم يرموا سهام مولعة اول ما يسمعوا اي صوت غريب. فبيقولوا له انت مش خايف لا يكون الصوت ده هو صوت ابوك وشيتس وهو اللي يتصاب بالاسهم النارية دي؟ فبيقول لهم ميل انتوا فاكرين ان حتة سهم مولع هيأثر في ابويا؟ انا متأكد انه هيعرف يتفاداها لانه قوي جدا. وبعد كده بيشوف اخته عمالة تواسب بنات القرية وتطمنهم انهم هيقضوا على قطاع الطرق دول. وهنا ميل بتروح لعنده وبتقول له يخلي باله من نفسه. ساعتها ميل ادرك ان في حاجات اهم من الحلويات لازم يفكر فيها، وانه عشان يحقق حلمه بجد لازم يحمي الاقطاعية دي باي شكل من الاشكال، وان بلد الحلويات عنده هي حماية الناس ورسم البسمة على وشهم. بنرجع بقى لكاسرول وشيتس في رحلة استكشاف معلومات عن قطاع الطرق، وهنا شيتس بيستخدم السحر عشان يجمع معلومات عنهم، وبيعرف انهم مش ناس عادية، لا دول كانوا جنود اقوياء جدا قبل كده، ده غير ان هم عندهم 5 احصنة في حالة جيدة. وبيعرفوا كمان ان عددهم 70 واحد ومعهم مجموعة من الاسرى بيستعملوهم كعبيد. بيقول له كاسرول انهم اكيد محترفين جدا ومستحيل يسمح لهم يعملوا حاجة في اهل قريته، وبيقرروا هما الاتنين انهم يهجموا عليهم دلوقتي. في الوقت ده 2 من اللصوص بيقولوا للقائد بتاعهم ان مفيش اي حد في القرى المجاورة. بيقول لهم القائد انا كنت متوقع انهم هيهربوا وهيتجمعوا كلهم في مكان واحد، فحس كده بقى يلا نهجم عليهم. وقبل ما يكمل كلامه بنلاقي شيتس وكاسرول بيهجموا عليهم بالسيوف وبدأ يقتلوا فيهم واحد ورا التاني، وده عشان يقللوا عددهم لما يهجموا على القرية. ولما لقى كاسرول وشيتس الهجوم هيبقى عليهم كتير قرروا يهربوا وياخدوا وراهم حبة حرامية ناحية المقاطعة بتاعتهم ويخلصوا عليهم هناك. هو واحد من قواد القرية اللي موجودين على السور أول ما سمعوا صوت الخيول رموا أسهم مولعة ناحية الصوت. ساعتها عرف كاسرول إن ميل هو اللي عمل كده، واتأكد كمان إنه عامل فخ لقطاع الطرق عشان كده عرفهم مكان الضرب جاي منين. وفعلا بيؤمر ميل كل الأطفال إن هما يستعدوا عشان يرموا الطوب اللي جمعوه عليهم، وبيدي الإشارة بالضرب، وبنلاقي الأسهم النارية نازلة على قطاع الطرق وبتضرب فيهم واحد ورا التاني، وصحاب ميل ماسكين الطوب اللي جمعوه وبيرموه من بعيد. وبنعرف إن قبل الهجوم ده ميل كان حاطط خطة جامدة جدا لكل حاجة هتتعمل، وفضل يعلم سكان القرية ازاي يقتلوا قطاع الطرق ويرموا السهام النارية، ده غير الأطفال اللي علمهم ازاي يرموا الطوب بطريقة جامدة. بعد كده بنشوف كاسرول وشيتس راجعين لقطاع الطرق مرة تانية وعمالين يقتلوا فيهم، لكن بنلاقي الزعيم بتاعهم هو الوحيد اللي رايح ناحية ضرب الأسهم، وقدر يتفادى كل الهجوم اللي جاي عليه، ونط من الحصان بتاعه على السور وكل رجالته جت وراه عشان يقتلوا اللي بيرموا الأسهم النارية عليهم. وسكان القرية بترمي عليه الأسلحة اللي معاهم، لكن كل ده من غير أي فايدة. وفعلا بيوصل الزعيم بتاعهم للمكان وبيبدأ يضرب في أهل القرية لحد ما بيجي قائد من قواد القرية وبيواجهه. والمصيبة الكبيرة إن كل قطاع الطرق عرفوا يعدوا السور ويهجموا على كل سكان القرية. وبينصدم شيتس لما لقى اللصوص دي وصلت للقرويين وعايزين يقتلوا الأطفال. وبنشوف هنا قطاع الطرق وهم بيترموا بالطوب المولع على وشهم من الأطفال اللي موجودة. وهنا الزعيم بتاعهم بيشوف الأطفال دي وبيبقى عايز يهجم عليهم ويقتلهم، لكن المفاجأة إن الضربة بتيجي في دراع ميلي اللي وقف قدامه. وهنا زعيم قطاع الطرق بيمسك ميلي وبيهدد كل اللي واقفين إن هم لو قربوا منه هيقتلوا، وكلهم واقفين مش عارفين يعملوا إيه ولا يتحركوا إزاي. بس ميلي شاف واحد من قطاع الطرق وشه بيتحرق وواقع على الأرض، فاستخدم سحر النسخ عشان ينقل الألم اللي الجندي ده حسه لباقي قطاع الطرق. وفعلا بيقعوا كل قطاع الطرق على الأرض من الوجع ووشهم بيتحرق، حتى الزعيم نفسه بيرمي سلاح على الأرض وبيمسك وشه من الألم. وقبل ما يقوله انت بتستخدم السحر، مارك بيمسك طوبة وحادفها في وشه وجابت أجله. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنشوف بكرة فيديو نازل في نفس الميعاد بإذن الله. ما تنساش بقى اللايك بتاعك الجميل والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر وتحمسونا انزل كل يوم، وتكتب لي رأيك في الكومنتات عشان أعرف انك بتدعمني. سلام. Wow.